السبب اللي احنا فيه لما نيجي نعمل الحلو هنعمله بالبيضه كامله ببياضها وصفارها وكمان بقشرها. هتلاقوا نفسكم كده بتتصدموا وبتتبهروا من النتيجه. تعالوا النهارده نعمل حلو بطريقه سهله وبسيطه وطعمه خطير، بيتباع بره في المحلات غالي جدا. اعمله معاكم النهارده وهتبقوا اساتذه فيه. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجه معانا كوبايه من الدقيق الابيض بتاعنا العادي، بعدين كوبايه من سميد البسبوسه بيكون ناعم معانا، ومعانا نص كوبايه من السكر، وممكن تزودي وتحطي كوبايه من السكر لو انت حابه. معانا نص كوبايه من جوز الهند الناعم ما يكونش خشن معانا بالشكل ده، ومعانا كوبايه من الزبادي اللي هي بتبقى حوالي 105 جرام، ومعانا معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا السايله، ونص كوبايه من الزيت، وده اي نوع زيت، زيت ذره، زيت عباد، زي ما انت حابه. ومعانا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. اول حاجه جبت بوله عندي وابتديت انزل بالثلاث بيضات بيضه بيضه. ادي اول بيضه، وجيت نزلت بالثانيه لقيت القشره وقعت معايا كلها زي ما انتم شايفين. رحت شايلاها، ورحت شايله جايبه نص القشره الثانيه وشايله بيها قشره البيضه الصغيره، وبتشال معاكي بكل سهوله. طبعا يعني احنا غلا الاسعار ده هيخلينا ان احنا فعلا هنعمل بعد كده الاكل بالقشر وبكل حاجه يعني. ربنا يستر يا رب وربنا يعافينا. حطيت بقى الفانيليا وحطيت السكر، وبعد كده ابتديت بقى اضربهم كده بالمضرب، وممكن في الخطوه دي تستغني عن المضرب وتضربيهم في الخلاط، يا اما بالمضرب العادي اللي هو بالايد عادي جدا مفيش اي مشكله. ضربتهم بقى كويس السكر مع البيض مع الفانيليا بالشكل ده لحد ما اداني كده القوام كريمي كده معانا ولونه فتح. حطيت بقى كوبايه الزبادي كده كلها، وحطيت نص كوبايه من الزيت، وضربتهم ضربه كمان بالمضرب زي ما حضراتكم كده شايفين. نزلت بقى عليهم بعد كده بنص كوبايه من جوز الهند، وكوبايه من الدقيق، وكوبايه من دقيق السميد، ومعلقه البيكنج باودر، وقلبتهم، وذره كمان من الملح، وابتديت اقلبهم زي ما حضراتكم كده شايفين في اتجاه واحد، وقلبتهم بالشكل ده، وابتدت المكونات كلها تتجانس كده مع بعض واختفى خالص الدقيق. جبت بقى صينيه عندي وابتديت ادهنها بالزيت، وابتديت ان انا احط فيها الخليط بالشكل ده وافردها كويس جدا في الصينيه كلها. ودلوقتي هدخلها الفرن على درجه حراره 180. هدخلها في الرف الوسطى معانا ساعه الا ربع في الفرن، وهنبتدي ان احنا ما نشغلش عليها الشوايه عشان ما تبتديش ان هي تتحرق معانا، هي هتتحمر على طول. تعالوا بقى نشوف شكلها بعد ما تطلع هتبقى عامله ازاي. طلعت معانا بقى زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها خطير. اول بقى ما طلعت معانا وهي سخنه ببتدي اسقيها بسيرب، بيكون السيرب بارد معانا وهي سخنه. السيرب مقاديره عباره عن كوبايه من السكر، كوبايه من الميه. اول ما بيغلي معانا بنزل عليه بعصره من الليمون، وبسيبه لمده 8 دقائق على النار يغلي معانا، وابتدي ان انا اطفي عليه على طول. بسقيها بقى بالشكل ده، وابتدي ان انا بعد كده اروح مقطعاها عشان تتشرب معانا من السيرب وتبقى احلى رواني في الدنيا. طعمها حلو جدا وسهله وبسيطه وطعمها بجد خطير. زينتها بقى كده بشويه من جوز الهند، لو انتوا حابين تقدروا ان انتوا تشيلوا، او لو ما عندكوش تقدروا ان انتوا ما تحطوش. انا عندي كمان كريز ابتديت ان انا اقطعه كده بالشكل ده، وابتدي ان انا ازين بيه كده من فوق، بيدي شكل حلو قوي وكمان طعم حلو قوي. برضو لو ما عندكوش تقدروا ان انتوا ما تحطوش عادي جدا مفيش اي مشكله. وادي بقى شكلها معانا بعد طبعا التزيين، وبعد كمان ما بردت معانا شويه. ابتديت ان انا جبت بقى المقطع عشان اوريكم كده واطلع لكم قطعه منها حلوه جدا. ممكن نعملها كده مع كوبايه شاي بلبن بتبقى تحفه جدا، او كوبايه قهوه بتبقى خطيره. قطعت بقى كده بالشكل ده وابتديت اطلعها، بصوا جميله جدا وطريه بقى وشاربه بقى من السيرب او الشربات، فمخليه طعمها حلو قوي قوي ودايبه كده دوب، يعني حاجه كده فظيعه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. عملناها بمقادير سهله وبسيطه. الولاد بيمتحنوا الايام دي، فرحيهم واعملوا لهم حاجه حلوه سهله جدا وبسيطه وطعمها كمان خطير. جيت بقى فقره بدي دقت بقى حته لقيتها بجد طعمها خطير وجميله جدا. بألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم شيف مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. باي باي.